بتبدأ قصتنا بليلة ممتعة جدا في أحد شوارع القاهرة. كان بطل قصتنا أسد، هو وموظف في الشركة عنده، وهو بيكون أبو بطلتنا جنة. راكبين عربية وفجأة العربية عطلت بيهم، وهو مش يومه خالص يا حاج محمد. مش عارف العربية ازاي عطلت كده. أنا لسه جايبها من عند الميكانيكي. أنا خلاص هغير العربية دي، أنا فعلا زهقت. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذ إبراهيم، يا ريتك ما جيت توصلني. أنا مش عارف والله، يعني أنا مستاهلش إن حضرتك بحالك تيجي توصلني. كان زمانك روحت قبل ما تعطل. ما تقولش كده يا حاج محمد، أنت عارف إن أنا بحترمك جدا ومش بعتبرك موظف عندي في الشركة. بالعكس، أنا دايما بفتكر أبويا كل ما أشوفك، الله يرحمه. ده شرف ليا كبير والله. تسلم يا ابني، تسلم وتعيش. طب بقولك إيه، أنا بيتي خلاص خطوتين من هنا وهنكون وصل. إيه رأيك تيجي تبيت عندي الليلة دي؟ أنا عارف إن البيت مش من مقامك، بس أحسن ما نفضل في الشتا ده. لا 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 والله ما تقولش كده. أنا بس مش عايز أجي عشان خاطر تبقوا قاعدين على راحتكم. أنا هفضل هنا في العربية لحد ما الميكانيك يجي. لا والله أبدا، أنت تشرفنا. ده حتى البيت هيزيد بركة عشان خاطر ما تكسرليش كلمة. وتعالى معايا، هتفرحني قوي لما تيجي عندنا. خلاص تمام يا حاج محمد، أنا مش هقدر أرفض بصراحة. يلا بينا، على الأقل هناك هيكون دفع عن الجو التلج ده. وفعلا أسد وحاج محمد نزلوا من العربية وفضلوا ماشيين لحد ما قربوا من بيت حاج محمد. وأول ما قربوا كان في بنت جميلة جدا جدا عمالة ترقص وفرحانة بالمطر زي الأطفال، واقفة في المطر. هنا بطلنا أسد فضل يبص لها بإعجاب كبير جدا جدا، وكان مستغرب جدا من جنونها وإن هي بتحب المطر للدرجة دي. وقتها اتكلم أسد وقال: مين المجنونة دي؟ المية غرقت جسمها كله، واقفة فرحانة. ده احنا نفسنا ندخل البيت بأي طريقة، وهي خارجة من البيت عشان خاطر تتغرق في المطر. هنا طبعا البنوتة الجميلة دي كانت بطلتنا جنى. وقتها اتكلمت بعصبية وقالت: المطر ده هو اللي بيدينا الأمل، والمطر أحسن حاجة في الدنيا. وأنا مش مجنونة ولا حاجة، أنا بستنى الدنيا تمطر بفارغ الصبر عشان أطلع أقف تحتها وأحس إن حياتي بتبدأ من جديد، مش زي ناس معقدة زيك. على فكرة أنا مش معقد ولا حاجة، أنت اللي متخلفة، وده تخلف زيادة عن اللزوم يا أستاذة. أنت مش شايفة منظرك بقى عامل إزاي؟ وبعدين هو أنت طفلة صغيرة عشان تعملي كده؟ وأنت مالك؟ إيه دخلك؟ إذا كان المطر نفسه ما قاليش كده، أنا حرة في نفسي. الموضوع ده شغلك في إيه؟ وبعدين معقد وجاي تطلع عليا عقدك دي. لا على فكرة أنا مش معقد ولا حاجة. أنا لما كنت صغير كنت بحب المطر جدا، وكنت بطلع أقف فيه كتير جدا، بس لما كبرت عقلت. بس الظاهر إن أنت لما كبرتي فضل عقلك صغير زي ما هو. بقول لك إيه يا جدع أنت، ما تخلينيش دلوقتي أنهار عليك وما تعرفش أنا ممكن أعمل فيك إيه. ما تخليك في حالك، ده أنت حشري صحيح قوي. هنا الحاج محمد ما كانش قادر يتكلم، وكل ما كان يحاول يتكلم الاتنين يسكتوه. الاتنين فضلوا ربع ساعة عمالين يتعاركوا مع بعض. بس خلاص انتوا الاتنين اهدوا شوية. عيب كده يا جنى، عيب اللي انت بتعمليه ده. انت ما تعرفيش ده مين. هيكون مين يعني؟ واحد حشري ودمه سمت وكمان معقد، هيكون مين يعني؟ شكله اساسا جرسون ولا حاجة عندكم في الشركة يا بابا. وهنا أسد اتصدم جدا من كلمتها، ابتدى يبص على هدومه ويتكلم ما بينه وما بين نفسه ويقول: بقى معقولة أنا شكلي شبه الجرسون؟ درجات البدلة اللي عليا وحشة ولا البت دي متخلفة؟ بقى أنت بقى جرسون في الشركة؟ تلاقيك تقدم هناك الشاي والقهوة، ما أنت شكلك ما يديش غير كده. ولا أنت بتمسح البلاط بقى والمكاتب وكده؟ اخلصي يا جنى، اخلصي. هترفد بالشغل دلوقتي ومش هلاقي أكلكم يا جزمة. اللي انت بتكلميه ده يبقى أستاذ أسد، مدير الشركة اللي أنا بشتغل فيها. هنا جانا انصدمت جدا جدا، حست إنها بهدلت الدنيا خالص. كانت بتكلم نفسها وبتقول: يا نهار أبيض، ده أكيد هيعمل من فخادي بطاطس متحمرة، أو ممكن يسلمني للبوليس. أنا ما عملتش حاجة. هو أنا على طول لساني كده محيرني؟ إيه يا حلوة، القط أكل لسانك ولا إيه؟ كان في واحدة دلوقتي لسانها مترين، اشمعنى دلوقتي لما عرفت ان انا مدير الشركة اتخرستي خالص؟ هنا جنى اتملكت اعصابها، بصت في عيني واتكلمت وقالت: وحتى يعني لو مدير الشركة هتعمل ايه يعني؟ بلاش تتكبر قوي كده، بكرة اكبر ويبقى عندي شركة احسن منها مليون مرة. هنا جنى قالت الكلمتين دول واخدت بعضها وجريت دخلت على البيت، وهي بتحاول تهرب من قدامه بأي طريقة ممكنة.
أنا آسف جدا يا أستاذ، فكك من كلام البت دي وتفضل حضرتك لجوه البيت. أنا آسف جدا والله. لا 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 أبدا، مفيش داعي لأي أسف. على فكرة رغم كلامها بس هي بصراحة دمها خفيف جدا، ربنا يحميها لك يا رب. دي بنتي الوحيدة اللي طلعت بيها من الدنيا، جبتها بعد فترة طويلة جدا من جوازي بسبب إن إحنا كان عندنا مشكلة في الخلفة، عشان كده مدلعينها جدا. ومش عايزة أقولك بقى على لسانها، لا ما تقولش كده، ما أنا عرفت وسمعت كل حاجة بودني وشفت بعيني كمان. أنت مش محتاج تقولي أي حاجة. صدقني يا أستاذ، هي طيبة جدا وكمان كويسة، بس هي طبعها غريب حبتين. معلش، آسف لتاني مرة، اتفضل حضرتك لجوه. وهنا فعلا أسد دخل البيت. وقتها كانت أم جنى واقفة في استقباله. وقتها الحاج محمد اتكلم وقال: اتفضل يا أستاذ أسد، مديري في الشركة يا أم جنى، العربية هتلس بينا والنهاردة هيقعد عندنا. ده البيت ينور يا أستاذ أسد. ما تعرفش أنا من زمان قوي وأنا نفسي أشوف حضرتك من كلام الحاج محمد عليك، ودايما بيحكي لي أنت قد إيه بتحترمه، ودايما بتقوله إن أنت بتشوفه زي أبوك رغم إن هو موظف عند حضرتك. ملوش أبدا لزوم الكلام ده يا طنط. لو سمحتي، أنا محتاج أشرب أي حاجة تدفيني لأن حاسس إن جسمي هيتجفد بصراحة، فلو سمحتي ممكن تعملي لي كوباية شاي؟ أيوة أيوة طبعا، على عيني. أنا آسفة جدا، الكلام أخدني ونسيت أقدم لك حاجة حالا ويكون الشاي عندك. هنا أم جنى دخلت المطبخ عشان خاطر تحضر الشاي. أما جنى فكانت في أوضتها بتغير هدومها عشان كانت مبلولة جدا من المطر. وهي بتغير هدومها كانت واقفة متعصبة بتكلم نفسها وبتقول: يا رب أنزل دلوقتي ألاقي المتكبر ده، لأني شكلي بقى وحش قوي قدامه. أنا مش عارفة أنا إزاي قلت له كده، هو جرسون وفعلا شكله شبه المدير، بس يلا يستاهل عشان هو متكبر ومتجبر. وبعد فترة من الوقت نزلت جنى على صالة البيت وكان أسد لسه موجود. إيه، اتفضل يا أستاذ أسد كوباية الشاي وكمان كيك، ده حبيبة قلب أمها اللي محضراه جنى بنتي، هي شاطرة جدا جدا في الكيك. اتفضل دوق وقول لنا رأيك إيه. هنا جنى كانت واقفة وبتبص عليه بغضب، وهو كان بيبص لها بنظرات كلها ضحك. فشرب من كوباية الشاي وأول حتة من الكيكة وقال: بصراحة لو كنت عملتيها أنت يا طنط كانت هتبقى أحسن بكتير قوي. هي برضه لسه عينة ما تعرفش تعمل الحاجات دي. إزاي يعني؟ مش حلوة؟ أنا عمري ما في حد أكل الكيكة بتاعتي وقال إنها مش حلوة. أنا متأكدة إن الكيكة جميلة جدا جدا، بس أنت بقى اللي ذوقك مش حلو. وهو أنا أكدب عليكي ليه يا أستاذة جنى؟ بصراحة حاولي تعملي الكيك كويس، لأنها بصراحة مش حلوة خالص 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 يعني. هنا جنى اتعصبت جدا زي الأطفال، دبدبت في الأرض برجلها واتكلمت وقالت: مش حلوة؟ صح؟ عشان كده أكلت نص الطبق؟ اوعى بقى، هات الكيكة، استحالة أسيبك تاكل منها، هي أساسا مش حلوة صح؟ هي مش حلوة، بس أنا مش هديك الطبق لأني بصراحة ملزم إن أنا أكلها عشان طنط اللي قدمتها لي، فيا ريت تطلعي براها انتي. جنى، عيب إن انتي بتعمليه ده يا جنى. يلا حبيبتي بسرعة اطلعي على أوضتك، ما هياش ناقصة إنك أدب. إحنا آسفين جدا جدا يا أستاذ أسد، بس هي دايما بتتعامل بطفولية كده مع أي حد، بس أرجوك ما تزعلش مننا. لا 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 أبدا، مفيش مشكلة ولا حاجة، هي عينة برضو لسه صغيرة. بصراحة كيك جميل بس أنا حبيت يعني أعصبها شوية. هنا جنى اتكلمت بكبرها جدا وقالت: خافي يكذب أكتر من كده من حلاوة الكيك، خاف إن أنا أخده منه. يلا يا بابا أنا طالعة على أوضتي عشان لو فضلت هنا أكتر من كده شكلي هولع في حد. هنا أسد فضل يضحك كتير جدا على كلامها. جنى سابته وطلعت على أوضتها. كانت أم جنى وكمان الحاج محمد حضروا أكبر أوضة في البيت لأسد عشان خاطر يرتاح فيها الليلة دي لحد ما يطلع النهار. وفجأة أسد طلع على أوضته، وبعد مرور فترة من الوقت كانت جنى طالعة من أوضتها وكانت بتكلم واحد صاحبها في الجامعة اسمه محمد. اخرس خالص يا محمد، بس محتاجش تتكلم معاه بالطريقة دي. هو أنت نسيت نفسك يا واد أنت ولا إيه؟ أنت ما تعرفش أنا بكرة ممكن أعمل فيك إيه؟ بالله عليك يا جنى بلاش تحرميني من إنك تديني أسئلة الامتحان، أحسن والله أسلط عليكي كلبين 3 يجروا وراكي في الشارع. والله يا محمد. طب أنت بقى لو عملت كده لأكون مصوتة وألم عليك الشارع كله، وأنت عارفني ما بعرفش أسكت بصراحة. خلاص بقى، يبقى تحترمي نفسك وتديني الأسئلة بتاعت الامتحان أرجوكي. أنا نفسي أنجح السنة دي وأنتي أشطر واحدة في الجامعة، كمان بتكتبي ملخصات لكل مادة وأنا عايزهم كلهم. ما هو أنت طالما بتجبرني على حاجة أنا مش عايزاها
مش هنفذها لك أي حاجة من اللي أنت قلتها، بالعكس هعاند معاك ومش هديك أي حاجة خالص. هنا وقتها أسد كان سامع كلام جنى، بس ما كانش سامع كلام محمد خالص. كان واقف متعصب جدا في أوضته، عيونه أحمرت من كتر العصبية. كان بيكلم نفسه ويقول معقولة جنى تكون واقعة في مشكلة؟ معقولة الواد ده يكون عايز منها حاجة مش تمام وبيكون يعني بيبتزها؟ أنا مستحيل أسيبها، أنا لازم أعرف إيه الموضوع بالظبط. هنا أسد طلع من الأوضة، وقف قدام جنى اللي كانت ماسكة الموبايل واتكلم وقال: في يا جنى، ما تقلقيش من أي حاجة وما تقلقيش من الواد ده. وبيقولك إيه بالظبط؟ انتي ما تعرفيش أنا ممكن أعمل فيه إيه. أنا ممكن أجيبه دلوقتي لحد عندك. أهم حاجة محدش يزعلك أبدا مهما حصل، ما تقلقيش من حاجة، أنا موجود. انت بتقول إيه بالظبط؟ أنا مش فاهمة أي حاجة من الكلام اللي انت بتقوله. في إيه؟ انتي خايفة تتكلمي صح؟ هو مهددك بحاجة؟ ما تخافيش، هو لسه ما يعرفش من هو أسد. أنا مستحيل يا جنى أسيبك تتعرضي لأي مشكلة. قوليلي بس إيه اللي حصل؟ أسد كان متوتر جدا جدا، إنما جنى قلبت كل توتره ده بضحك هستيري جدا، وقفلت التليفون مع محمد واتكلمت وقالت: هو مالك كده؟ محسسني إن أنا مثلا أهمك ولا كنتش حبيبتك ولا حاجة. يا عم اهدى، ده واحد زميلي في الجامعة وعايز مني تلخيصات المواد، بس أنا قلت لازم أذل شوية مش أكتر من كده، وهو بيهددني لو أنا ما عملتلوش اللي هو عايزه هيجري عليا الكلاب. معلش، أنا آسف. أنا يعني حسبت إنك في مشكلة ولا حاجة، عشان خاطر الحاج محمد يهمني وأي حد يخصه يهمني. ماشي يا سيدي، كتر ألف خيرك، متشكرين. هنا جنى ابتدت تبص في الكتب اللي في إيدها. وقتها أسد سابها ومشي. بعد ما مشي خطوتين 3 رجع لها تاني واتكلم وقال: أيوة صحيح. وبعدين هو أنت بتكلمي صاحبك كده ليه؟ في واحدة تاخد على صاحبها بالطريقة دي؟ ده بقولك إيه يا بنت الناس، أنا ما بحبش الحوارات دي. من هنا ورايح تقطع علاقتك مع الواد اللي أنت بتكلميه ده وتصاحبي بناته بس، هو دي الوصول. هنا جنى اتعصبت جدا لدرجة إنها طلعت وقفت تحت كنبة، حطت إيدها الاتنين في وسطها، كلمت وقالت: وأنت مين بقى إن شاء الله عشان خاطر تتحكم فيا أنا وأصحابي؟ لا بقولك إيه، أنا ما بعملش حاجة غلط، وأهلي هنا عارفين محمد كويس جدا وبيحبوه، وهو شاب محترم وهو صديقي في الجامعة. هو أنت لما كنت في الجامعة ما كانش عندك أصحاب يعني بنات؟ ولا أنت بقى معقد ولا إيه؟ لا لا لا، أنا كان عندي أصحاب بنات كتير وكنا بناكل مع بعض وبنتسلى وكل حاجة. أمال مالك كده؟ عايز تخنقني أنا في حياتي ليه؟ وتضايق عليا عيشتي ليه؟ بتعمل معايا كده ليه أصلا؟ وليه بتتدخل في حياتي؟ لو سمحت، أنت مدير أبويا مش مديري أنا، عشان أنا خلقي ضيق جامد. هنا أسد حس فعلا إن هو غلطان جدا، وإن ما كانش ليه حق إن هو يتكلم معاها بالطريقة دي، فسابها وهي متعصبة جدا ومشي. هي فضلت تدبدب برجلها في الأرض وبتتكلم وتقول: إيه ده؟ أنت إزاي تسيبني وأنا بتكلم وتمشي بالطريقة دي؟ أسد ما ردش عليها، فضل مكمل في طريقه لحد ما وصل لأوضته، ودخل بسرعة الأوضة واتكلم مع نفسه وقال: إيه يا أسد؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ تمالك؟ وش فعلا البنت دي يعني اللي معلقة معاك كده، معلقة بالطريقة دي، وحاجة بتقولك لازم تتدخل في كل حاجة في حياتها، وليه خفت عليها بالطريقة دي؟ لسانها مطرين، ابعد عنها أحسن لك. عدى اليوم وتاني يوم أسد صحي من النوم وجهز نفسه، الحاج محمد هو كمان جهز، وخرجوا من البيت وراحوا على الشركة. يا نهار أبيض، ده أستاذ أسد نسي الملفات بتاعت شغله. بقولك يا جنى، الله يبارك لك، خدي الملفات دي وروحي بيها على الشركة، أكيد مهمة يا بنتي. بقولك إيه يا ماما، أنا مش ناقصة تفاهات، الراجل ده راجل معقد وجاي يطلع عليا العقد بتاعته عشان خاطر أبوك يا بنتي. يلا روحي خدي الورق ده وروحي بيه على الشركة. وفعلا جنى أخدت الورق وطلعت من البيت وهي متعصبة جدا وبتكلم نفسها وبتقول: هبقى خدامة ليه على آخر الزمن؟ ده إنسان مستفز جدا. صحيح هو شكله كبير، بس أعرفه إن يعني هو مش متجوز. ده بخلي منه ده بقى ولا إيه؟ بقى على الفلوس دي كلها ولسه لحد دلوقتي متجوز؟ معقولة يكون لسه بيكون نفسه ولا إيه؟ جنى فضلت سرحانة شوية وبعد كده اتكلمت وقالت: وأنا مالي أصلا ما يتجوز ولا لأ؟ إن شاء الله عنه ما اتجوز، ده هيبقى بخت أمها نحس اللي هتتجوز واحد زي ده. وبعد فترة من الوقت وصلت جنى على الشركة، ادت كل الملفات لأبوها، وقبل ما تطلع من الشركة لقيت أسد قدامها واتكلم وقال: أهلا أهلا بيكي في شركتي الجميلة يا أنسة جنى، مش هعاملك زي ما انتي عملتيني امبارح في بيتك، اتفضلي
أقدم لك أحسن عصير عندي وأحسن كيك عندنا كمان. ما تتغرش قوي كده. عن إذن حضرتك، أنا جيت أدي لبابا الملفات، إنما مش جاي عشان خاطر الضيف هنا في الشركة بتاعتك. بصراحة الشركة هنا ذوقها وحش قوي، بلدي، وتحس كده إنها بتقلق، مش بتركب تكييفات. وهو أنت معاك شوية؟ جنى قالت الكلمتين دول وخرجت من الشركة. أسد كان هيموت على نفسه من الضحك، وكان عمال يكلم نفسه ويقول أنا عمري في حياتي ما ضحكت بالطريقة دي. إيه البنت دي بالظبط؟ دي مش طبيعية بجد، ما بتسيبش أي فرصة قدامها غير وتستغلها. وبعد مرور 3 أيام بالظبط كانوا أبو جنى وأم جنى مسافرين البلد عند أخو الحاج محمد، بس للأسف عملوا حادثة جامدة جدا بالعربية اللي كانوا فيها، واتقلبت العربية. وفي المستشفى. خير يا جنى؟ الحاج محمد ومامتك عاملين إيه؟ أنا جالي أخبار إن هم عملوا حادثة النهاردة، عشان كده جيت هنا على طول. أرجوك يا أستاذ أسد، أنا آسفة على أي كلمة وحشة قلتها لك، بس أرجوك ساعد بابا وماما، حالتهم خطيرة جدا ومحتاجين يروحوا مستشفى تانية أغلى. أرجوك انقلهم على مستشفى تانية وأعمل لهم كل اللازم، وأنا هاجي أشتغل عندكم لو حتى خدامة في البيت، وهسدد كل الفلوس دي. إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده يا جنى؟ الحاج محمد بقاله سنين شغال معانا، وأكيد يعني حاجة تحصل له في الشركة بتاعتي هي بتكفلها بكل حاجة. ملوش لزوم الكلام اللي أنت بتقوليه ده، بس أنا لازم بسرعة أدخل أشوفه. وهنا جنى وافقت إنه يدخل جوه، وكان الحاج محمد وأم جنى خلاص بياخدوا أنفاسهم الأخيرة تقريبا. وقتها أم جنى مسكت إيد أسد. ما تقلقيش يا طنط، أنا حالا هنقلكم من هنا لأكبر مستشفى في البلد، ولو الموضوع الطلب يعني إنكم تسافروا برا مصر أنا هسافركم، هتبقوا كويسين. أم جنى بتعب جدا وبصوت مش قادر يفلح، ملوش لزوم أي حاجة، خلاص هي دي خلاص اللحظة يا أستاذ أسد. بس أنا بطلب منك طلب، وأعرف يعني إن هو صعب جدا، بس دي وصية أرجوك تعمل بيها. اتجوز جنى. أم جنى مسكت إيد جنى، حطتها على إيد أسد واتكلمت وقالت حافظ عليها يا أسد، هسألك عنها يوم القيامة. فجأة أم جنى توفت، وبعدها وقت قليل جدا للحاج محمد هو كمان توفى. وقتها جنى دخلت في حالة صدمة، فضلت حوالي 4 أيام مش بتاكل ولا بتشرب، قاعدة في البيت حزينة جدا. وقتها جالها أسد البيت ومعاه المأذون. إيه يا أستاذ، محتاج أي أوراق من البيت هنا ولا إيه؟ لأ، أنا جاية أنفذ الوصية اللي أمك وصتها لنا، عشان كده جبت المأذون معايا وهنتجوز دلوقتي حالا. لا ده مش هيحصل، أمي قالت كده من خوفها عليا، إنما أنا وإنت مش هينفع نتجوز. إنت مش شايف فرق السن؟ إنت عندك 42 سنة وأنا 22، عمرنا أبدا ما نتفاهم مع بعض، فرق السن بينا 20 سنة. وأنا ماليش دعوة بكل الكلام ده، أنا هنفذ الوصية اللي أمك قالتها، يعني هنفذها، وهفضل مهتم بيكي، وهتيجي تعيشي معايا في البيت قدام عينيا لآخر يوم في عمري. جنى فضلت تحاول إن هي تمنع كتب الكتاب ده بأي طريقة، بس في الآخر استسلمت وفعلا اتجوزت أسد. وقتها أسد مسك إيدها بقوة وركبها على العربية، وأول ما وصلوا على البيت مين يا ابني اللي أنت جايبها معاك دي؟ وليه شكلها معيط وجايبها غصب عنها كده ليه؟ لا أبدا يا ماما، هي زعلانة إن أنا اتجوزتها بالطريقة دي، بس أنا بحبها وهي كمان بتحبني، بس أنا كنت مزعلها شوية، وهي كمان عايزة تسيبني وتروح تتجوز واحد تاني، عشان كده أجبرتها على الجواز مني دلوقتي. جانا كانت واقفة مصدومة جدا جدا من كلام أسد. يا حبيبتي يا بنتي، ما تزعليش يا بنتي، ما تعيطيش، اهدي بس، ما تخافيش من أي حاجة. أسد ابني عصبي، بس أنا موجودة وما يقدرش يعملك أي حاجة. وأنت إزاي أصلا تعمل كده؟ وإزاي تتجوز من غير ما ترجعي أصلا؟ أنا آسف جدا يا أمي، ما تزعليش مني، بس أنتي عارفة من زمان قوي قلبي ما فتحش لأي حد، وما صدقت لقيت بنت بحبها وخفت إنها هي تهرب من إيدي، عشان كده قررت إن أنا لازم أتجوزها في أسرع وقت. على العموم يا أسد، 1000 مليون مبروك، اتفضلوا دلوقتي اطلعوا على أوضتها، وأنا هبقى أجهز لكم أوضة أكبر شوية لما الخدم يجوا بكرة. هنا أسد أخد جانا من إيدها وطلعوا على أوضتهم. أسد قفل الباب وراه. وقتها جانا قالت إيه اللي أنت بتعمله ده؟ ابعد عني، أنا أصلا مش موافقة على الجوازة دي، ومش عايزة أتجوزك من الأساس. هو أنا جيت جنبك من أساسه؟ أنا بقفل الباب عشان إحنا قدام أمي هنبقى متجوزين وبنحب بعض، أنت فاهمة ولا لأ؟ أيوة فاهمة، خلاص بطل عصبية عليا بقى. على أساس يعني إنك بتخافي دلوقتي اللي يشوفك في بيت أبوكي وأمك ما يشوفكيش وأنتي هنا، كان لسانك بتريد، إنما هنا واقفة بتترعش عشان هما كانوا جنبي،
فكنت بحس إن أنا أقوى إنسان في الدنيا، إنما دلوقتي أنا ماليش أي حد. جنى وقعت في الأرض من كتر عياطها. وقتها أسد حس إن هو غلط جدا معاها في الكلام، فراح قرب منها، أخد إيدها واتكلم وقال: أنا آسف جدا يا جنى، ما كنتش أقصد والله، دي بقيتي حساسة أوي. أنا عايز جنى اللي كانت بتقعد تتعارك معايا دي ترجع تاني إن شاء الله يا أسد. أنا بشكرك جدا على إن أنت نفذت وصية ماما رغم إن أنا ما كنتش عايزة أنفذها. طب يلا قومي يا ست البنات عشان خاطر تنامي، عشان تصحي بدري للجامعة بكرة. أنا أمرت الخدم إن هم يروحوا البيت ويجمعوا كل قطرك ويجيبوها لحد هنا عشان عايزك تفضلي متفوقة زي ما انتي. هنا عدى يوم واتنين وتلاتة، أسد وجنى كانوا بدأوا إن هما ياخدوا على بعض ويتكلموا ويضحكوا. جنى بدأت النهاية تروح الجامعة، وفي يوم أسد ركب عربيته وراح لجنى على الجامعة. أول ما وصل لها قاعدة جنب زميلها محمد، ومحمد كان حاطط إيده على كتفها. إيه المسخرة اللي انتي فيها دي؟ نزل إيدك من عليها، هو انت مش عارف إن دي واحدة متجوزة ولا إيه؟ إيه ده يا أسد؟ إيه ده؟ ملوش لزوم الكلام ده، إحنا يعني أصحاب عادي. وبعدين هو انت شايفني يعني قربت منه؟ لا والله، وانا هستناك يعني لما تقربي منه. يلا امشي قدامي. اسد مسك ايد جنى، مسكها من ايدها بقوه، بقى يجرجرها لحد ما ركبها على العربيه. فضل يسوق جامد لحد ما وصل للبيت، وهو ماسكها من ايدها بقوه وكان متعصب. في ايه يا ابني؟ مالك داخل متعصب كده ليه وماسك مراتك كده ليه؟ ايه ده؟ وسيبها، سيبها وقولي في ايه. ارجوك يا امي تلمي هدومك وتروحي تقعدي في البيت التاني، عشان أنا عايز أفضل أنا ومراتي في البيت ده لوحدنا. أسد أخد جنى ورماها في قلب الأوضة بقوة جدا. وقتها جنى وقعت على الأرض، رجليها اتجرحت، فضلت تعيط بصوت عالي: ليه؟ ليه بتعمل كل ده؟ أنا عملت إيه عشان خاطر تعمل كل ده فيا؟ أنا جوزك وبتبعدي عني ومش بتكلميني، ولما أنا حاولت إن أحط إيدي عليكي مرة بعدتي عني، إنما هو عادي بتقربي منه صح؟ بتحبيه عشان هو من سنك، إنما أنت شايفاني راجل عجوز عشان أنا أكبر منك بكتير صح؟ فمفكرة إن أنت هتمشي مع واحد تاني وأنا هفضل ساكت لك باين. أنت إنسان قليل الأدب، أنا عمري ما جيب بالي كل الكلام اللي أنت بتقوله ده. وبعدين محمد زميلي ومفيش أي حاجة ما بيننا من الكلام اللي أنت بتقوله ده. وبعدين أصلا أنت يهمك في إيه؟ كل الجوانب دي مجرد توصية من أمي، وأنت أساسا ما بتحبنيش. أسد ابتدى يقرب منها أكتر وأكتر، قرب من جنى. جنى بقت بترجع خطوات لورا لحد ما خبطت في الحيطة. وقتها أسد فضل واقف قدامها لدرجة إن أنفاسه بقت قريبة جدا منها. خبط بقوة على الحيطة واتكلم وقال: لأ، الجوازة دي مش تمثيلية، أنا فعلا بحبك، بس أنا سايبك براحتك لحد ما أنت اللي تعترفي بالجوازة دي، إنما أنا بحبك يا جنى. جنى اتصدمت جدا من كلامه، لأن هي ما كانتش متوقعة أبدا إن أسد يحبها. ومن النهاردة تنسي خالص إنك تروحي الجامعة، أنا اللي هوديكي واستناكي لما تخلصي وأجيبك، ومش هتكلمي أي مخلوق في الجامعة. ولو حكمت هدخل أقعد معاكي في المحاضرات، هدخل أقعد معاكي. أنت فاهمة ولا لأ؟ أيوة فاهمة. وهنا فعلا عدى اليوم وأسد ما كانش بيكلمها خالص، يوم ورا يوم. وأسد كان كل يوم ياخدها يوديها الجامعة، يدخل يحضر معاها المحاضرات، وبعد ما تخلص المحاضرات بتاعتها كان بياخدها ويرجعوا تاني على البيت، بس ما كانش بيكلمها نص كلمة حتى. وبعد مرور أسبوعين على نفس الحال كان أسد راجع على أوضته. أول ما دخل لقى الشموع شغالة في كل مكان، وكمان كان في جو رومانسي جدا، وجانا واقفة ولابسة فستان قصير حبتين. هو أنا دخلت الجنة ولا إيه؟ ولا أنا دخلت أوضة غلط؟ هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ لا يا أسد، أنت ما دخلتش في أوضة غلط ولا حاجة، بس بصراحة أنا فهمت غيرتك عليا وعرفت قد إيه أنت بتحبني، بدليل إن أنت سايب شغلك وكل حاجة وبقالك أسبوعين كاملين رايح جاي بيا زي العيلة الصغيرة، عشان بس حبيت إن أعمل كل ده عشان أراضيك. ملوش لزوم يا جنى، ملوش لزوم إنك تعملي كل ده. أنت كده كده مش بتحبيني لأني أكبر منك، وأنت من حقك إنك تتجوزي واحد من سنك يحب الحياة والمطر وكل ده. خلاص بقى، ما تبقاش غلس كده. أنا مش عايزة أي حد، أنا عايزة أبقى معقدة زيك، وعايزة ما أحبش المطر، وعايزة أفضل قاعدة معاك عشان بصراحة بحبك يا معقد. أنت بتقولي إيه؟ سمعيني قلتي إيه؟ بحبك 5 بحبك يا أسد قلبي. ده شكل أمي دعتلي في ليلة القدر باين. وأنا كمان بحبك يا أجمل حاجة في حياتي. إحنا هنقضي الليلة كده بقى ولا إيه؟
تعالى أقولك كلمة سر. قليل الأدب بس بحب. ولحد هنا بتكون انتهت الحكاية بين أسد وجنى. عاشوا أجمل حياة مع بعض، والأربعيني رجع عشرينات تاني بسبب ظلم جنى. وجنى فاقت من كل الحالة اللي هي فيها، ابتدت تتأقلم مع موت أهلها، لأن أسد ما كانش مخليلها أي وقت إن هي تحزن فيه. ولحد هنا انتهت الحكاية. أشوفكم الحكاية الجاية إن شاء الله. ما تنسوش اللايك على الفيديو، واللي لسه مشتركش في القناة يا ريت يتأكد إنه اشترك فيها وفعل الجرس على الكل عشان يوصله إشعار أول ما ينزل الجديد. واستنونا في حكاية جديدة. أشوفكم على خير. باي باي.